السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين، يا رب تكونوا بخير وبألف خير يا رب، ولا يحلى الكلام إلا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النهاردة يا حبايبي فطاري ملوخية بالفراخ وجنبها رز أبيض. احنا بنطبخ برضو سبانخ ورز ولحمة، بنتي بتطبخ فوق، بس أنا ما باكلش لحمة حمرا ومش عايزة اكل سبانخ علشان الاملاح، يبقى انا دي اكل انا اللي هاكل منه وهم ياكلوا اللحمه ورز السبانخ والحاجات دي بألف هنا وشفا على قلوبهم يا رب، اللهم امين. يبقى انا معايا صدر الفرخه، معايا رز، معايا كيس ملوخيه او نص كيس طبخ، خدت منه مره دي تاني طبخه منه، ومعايا اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم قرن فلفل وقيمه 10 فصوص توم. التوم دي هنقشره ونحطه، والفلفل والثوم هنحطه في الشوربه، وحبايه طماطم هنشوف هنعمل ايه مع بعض ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا حبايبي، سخنت الحله كويس. الحله دي انا بطبخ فيها بس وبنقل منها الطبيخ بعد ما بخلص، علشان الالومنيوم الاكل ما بيستمرش فيها، وبعدين الالومنيوم بتاعتها شوف عامله ازاي، مش يستنى فيها الاكل. انا هنزل بالصدر، اللهم صل على النبي عليه السلام. معاها البصل، البصل بيكون في الفريز، اي بصل يسيب مني او بصله القشره اللي انت مش حباها، اللي بتبقى البصله الخارجيه، في بصل في قشره خارجيه مش بحب احطها في الاكل، فبحب احطها بعينها للحم او الفراخ. ماشي حبايبي، هحط معاها قرن الفلفل كله كده مع بعضه، هستنى بس دقيقتين عليها اقل من دقيقتين، عشان الصدر اصلا مش فيه دهون كتير، يعني ان هي تسلي منه ومش تخليه يلزق. هشوحه كده شويه وبعدين اروح نازله عليه بالميه. طيب الصدر هيستوي، هروح شايلاه ان شاء الله باذن الله، واروح مصفيه الشوربه من البصل والفلفل والحاجات دي. هرجع الفلفل في الشوربه تاني عشان الفلفل لازم للملوخيه. هصفي الشوربه من البصل واحط ورق لورا، وبحط جبه خشب والكلام ده، فده كله لازم يتصفى ان شاء الله، مش ينفع يستنى في الملوخيه. نشوف الخطوه الثانيه. حطيت الملوخيه من الفريزر على الميه، وادي الثوم والفلفل تحت والبصل وكل حاجه هنا تستوي، وبعدين نضربها في الخلاط. طيب طبخنا الرز مع بعض اهو، رز ابيض، ميه غليت، حبه ملح، معلقه زيت، وحطينا الرز بس كده. هنغطيها، هنشوف الخطوه الاخرى. خلاص يا حبايبي خلصت، كل سنه وانتم طيبين. صدر الفرخه مسلوق ما باكلش متحمر، وادي الملوخيه وبحط لها انتوا التجليه بقى دقه طشه التوم الحلوه اللي بنعملها دي، وادي طبق السلطه وطبق الرز الابيض، ومعانا عيش فلاحي وعيش من بتاع الطابونه البلدي. مش تنسوا اللايك والاشتراك، اللي بيسمعني لاول مره اشتركوا يا حبايبي معايا واعملوا لي لايك يوصلكم كل جديد. وقناتنا يعني القناه بتاعتي اسمها القناه البسيطه، يعني فيه اكله بتيجي كده وفيه اكله بتبقى كده، مش كل الاكلات زي بعضها، مش كل الفيديوهات زي بعضها. في فيديوهات يعني بعمل فيها المحشي والفراخ والجلاش وكل الحلو كله. اللهم ديمها نعمه علينا، اللهم ديمها علينا نعمه يا رب، واحفظها من كل الزوال وعلى كل المسلمين يا رب، اللهم امين. العيال شتتوني شويه معلش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.